السلام عليكم. حيا الله متابعينا الكرام. مثلنا اليوم في تحدي يقول: إن كسرت الحجلة شقينا الحصير. مساكم الله بالخير جميعا، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم. يضرب هذا المثل لشخصين حصل بينهم خلاف، أو جماعة حصل بينهم خلاف، كل الناس تبي تفضح الثاني، أو كل شخص من هاللي حصل بينهم خلاف بيفضح الثاني. قال أنا عندي سر، إذا يقول له إذا طلع سري أنا بعد بطلع سرك، هذا بعد يقول له إذا طلع سري إحنا بطلع سر مالك، أو بطلع فضايحك بهاللهجة المحلية يقولونها يعني. فالمثل الشعبي يقول: إذا كسرت لي حلا شقينا الحصير. فهذه المثل يطلق على شنو؟ الناس اللي بينهم خلاف، كانوا زينين وصار بينهم خلاف، يعني قال لا أنا بقول كذي مثلا، قال لا إذا أنت بتقول كذي أنا بعد بقول كذي، يعني إذا بتفضح السر مالي أنا بفضح السر مالي. فكل واحد ماسك على الثاني شيء، أو كل جماعة ماسكة على جماعة شيء. لحلة أو الجحلة هي آنية فخارية من فخار، كان في البيوت موجودة قديما حق شرب الماء، خلوها في البيت يعني. زين. شقينا يعني مزقنا. الحصير اللي هي القبر، اللي هي اللي توضع على الارض، مصنوعه من الخوص النخيل، كان منتشر قبل يعني، من الحصير، نفس السجاده يعني يقعدون عليها من الحصير. فهذه المثل يقول إذا كسرت الجحلة يعني احنا بنشق الحصير، يعني كل واحد يهدد الثاني بشيء بسر الثاني يعني. ويعطيكم الصحة والعافية.